بيبدأ مسلسلنا بمشهد لكوكب الشمس وبيكون قريب من كوكب الأرض وبيطلع منه رياح شمسية وبتكون هتدمر الأرض. وبتكون في سنة 2005 لما بيتجمع مجموعة من الرواد المسؤولين عن الفضاء وعلم الكواكب وبيكونوا مستنيين أمر بإطلاق درع مغناطيسي يعملوه عشان يحموا كوكب الأرض من الانفجار. وبنعرف إن كوكب الشمس بيطلق رياح شمسية قوية في الفضاء لدرجة إنها بتولع القمر الصناعي، والرياح قربت تخترق الغلاف الجوي. وبيحاول مجموعة من الرواد يشوفوا حل للمشكلة دي، وبتبدأ الرياح تقرب من الغلاف الجوي وبيتحد دول العالم بعد ما بيحصل كوارث كتير بسبب الإشعاع الشمسي، وبيقدروا يوصلوا لفكرة واحدة وإنهم يعملوا زي درع مغناطيسي ويسموه الشبكة، وبيكون متصل ببعضه حوالين كوكب الأرض عشان يحمي الغلاف الجوي من ضربات الرياح الشمسية. وبنشوف عمال في مصنع وهم شغالين وبيجي تليفون لواحدة من العاملات وبيكون ابنها بيطمن عليها، وبيكون خايف من اللي بيحصل حواليهم، لكن مامته بتطمنه. بس فجأة بيقطع النور في المكان والإرسال كمان بيتقطع عن المنطقة كلها، وبيفضل الولد يرن على مامته لكن بيفشل، ومن الخوف بيستخبى تحت بطانيته. وبنرجع لمقر الإدارة وبيجي لهم تليفون إنهم يطلقوا الدرع المغناطيسي، لكن الدرع بياخد وقت على ما بيحمل وبيفضل عطلان شوية، بس بيرجع وبيتفاعل الدرع حوالين الغلاف الجوي وبتبدأ السحابة اللي ظهرت في السما تروح والإرسال بيرجع تاني. وبنروح للمستقبل وبنبقى في سنة 2021 وبتشوف بطلنا بعد ما كبر وبيكون شغال في الشركة اللي كان باباه شغال فيها بواب، وبنعرف إن باباه اتقتل في ظروف غامضة وبيشوف اللي قتلته، وبيكون البطل خفي هويته الحقيقية عشان يشتغل في المقر ويجيب معلومات عن اللي قتلت باباه. وبعد ما بيخلص الشغل بيروح على السوبر ماركت عشان يشتري أكياس بلاستيك، وبيطلع له شخص من المخزن وبيكون مخبي وشه وبيشتري منه البطل وما بيهتمش وبيخرج يركب عربيته، لكن البطل بيلاحظ إن إيده فيها دم والأكياس كمان عليها دم، وبيبص على الماركت بيلاقي الشخص اللي كان جوه خارج وماسك في إيده مشروب، وبيقلق البطل وبينزل يشوف في إيه في الماركت، وبيدخل المخزن فبيلاقي شخص مقتول، وبيتصل بالطوارئ وبيتجمعوا بسرعة وبيعاينوا المكان. وبتشوف بطلتنا وبنعرف إنها بقت محققة وبتكون شاطرة جدا في شغلها، وبنعرف إن ليها أخ واحد وكانت متجوزة قبل كده وانفصلت، وبتمسك المقص وبتمثل إزاي الجريمة اتنفذت. ولما بيراجعوا الكاميرات بيشوفوا المتهم وهو بيتكلم مع العامل وما بيكونوش فاهمين هو قال ايه للمتهم خلاه يقتله، لكن بيتدخل البطل وبيساعدهم لانه بيعرف يقرا حركه الشفايف، وبيعرفوا ان المتهم قتل العامل بسبب انه غلط فيه، وبيسيبهم البطل وبيمشي. لكن بيشوف المحققه وهي بتحلل بصمات المتهم وبيحفظ اسمها من التعريف بتاعها لان بيكون في خطه في دماغه، وبيخرج لانه مستعجل. بس المحققه بتجري وراه وبتطلب منه يساعدهم لاخر مره، وبيدخل البطل يقول لهم العامل قال ايه تاني وبيخرج بسرعه وبيروح على بيته. وقتها بنعرف انه مهتم بمامته اللي بقت عايشه على الاجازه بعد وفاه باباه، وبيكون هو اللي مهتم بيها. وهو بيتفرج على التلفزيون بيشوف خبر ان المتهم بجريمه القتل هرب، وبيقفل البطل التلفزيون وبتجيله ذكرى عن نفسه وهو صغير ومامته بتجري بيه في المستشفى. وتاني يوم بيصحى يروح الشغل، وبنرجع للمحققه وهي بتنشر صوره للمجرم وبيبداوا يدوروا على ملامحه عشان يقبضوا عليه. وبتشوف المجرم وهو مستخبي في عياده مهجوره وبيكون عايش هناك وبيغسل ايده وبيغير هدومه، وبيقرر انه يهرب من المكان، لكن الشرطه بتهجم فجأة على المكان اللي هو فيه بس مش بيلاقوه. وهنا بتحس المحققة بحركة وبتشوف المجرم وهو بيهرب من الشباك، فبتجري وراه وبتمسكه، لكن المجرم بيهرب منها على السطح وبيكون حد رماله حبل، ولما بيطلعوا فوق السطح يشوفوه بيلاقوه نط من فوق مبنى تاني. وبتجري المحققة تدور عليه وبيكون مستخبي تحت عربية، ولما بيحس ان الدنيا امان بيخرج، لكن بيلاقي المحققة مستنياه وبتهدده بالمسدس. بس فجأة بتظهر بنت من الهوا وبتهاجم المحققة، وبنعرف ان هي اللي بتساعده وساعدته يهرب من فوق السطح، وبتضرب البطلة بالسلاح بتاعها في ايدها وبتختفي في الهواء، وبطلتنا ما بتلحقش منها غير الكاب بتاعها. وبترجع المحققة تحكي لمديرها اللي حصل لكن محدش بيصدقها، وبتكتب تقرير باللي حصل في الحادثة وبترسم فيه وش البنت. وبيكون البطل في المكتب وبيبحث عن القضية من غير ما مديرته تاخد بالها، وبيظهر له تقرير المحققة. وبيكون البطل حاطط مراية على مكتبه وبيراقب المديرة دايما بتكلم مين او بتراقبه ولا لا. وفجأة بتناديله مديرته وبتسأله عن الحادثة وعن المحققة، وبيعرفها إنه كان شاهد بالصدفة في القضية، وبيقول لها إن المحققة رسمت رسم توضيح الوش لبنت الشبح. وبيلاحظ البطل توتر المديرة، وبتقرر المديرة إنها تاخد القضية دي، وبتروح على الضباط المسؤولين عن القضية وبتعرفهم إنهم استبعدوهم منها، وبتسأل عن المحققة فبتعرف إنها في معمل التحليل الجنائي وإنها راحت عشان تحلل عينة الشعر اللي خدتها من كابل بنت الشبح. وبتخلي المديرة البطل وزميله يروحوا بسرعة يوصلوا لها، وبتطلب منهم يكون الموضوع
الموضوع في سرية تامة وإن المحققة ما توصلش لنتيجة التحليل الجنائي، لكن البطلة بتكون أصلا في المستشفى وبتستلم النتيجة، وبيعرفها الدكتور إن تحليل البنت بيقول إنها مش هتعيش فترة كبيرة لأن عظمها شبه مخلوع، وبتستغرب البطلة من كلامه، فبيفهمها الدكتور إن دي حاجة غريبة جدا كأن جسمها جسم شخص ميت. وقتها بتفتكر البطلة لما جت تضرب البنت عملت لها كدمة غريبة في إيدها، وبتروح تركب عربيتها لكن بيجيلها تليفون من مكتب الإدارة وبيشوفها البطل وهي ماشية بالعربية وبيجري وراها، وبتحاول البطلة تهرب منهم بس بيقدروا يوقفوها في الطريق، وبيطلب منها زميل البطل التحليل الجنائي لكن البطلة بترفض، فالبطل بيتكلم معاها وبيقنعها تديهوله، فبتنزل من عربيتها وبتتجاهل زميله وبتدي التقرير للبطل، وبيسألها البطل لو فتحت التقرير، بس زميل البطل بينبهها انها ما تقولش انها فتحته، وبنعرف ان زميل البطل ده كان جوزها السابق، وبياخدوا البطل وبيسيبها وبيمشي، وبيروح على المستشفى للدكتور وبيخليه يمسح اي ادله من التقرير موجوده عنده، والدكتور بيبحث عن الخبر في النت وبيلاقيه اتحذف، وبيكون الشبكه كتمت على الموضوع تماما، وبتشوف المجرم وهو في منطقه تانية وبيكون بيتمشى وبيحاول يسرق فلوس من شخص، لكن الموقف بيتكرر اكتر من مره، وفي المره الاخيره بيسرقه وبيجري، بس المجرم بيلاقي نفسه معهوش اي حاجه، ولما بيبص وراه بيلاقي البنت الشبح اللي شافها يوم هروبه من الشرطه، فبيفتكرها وبيخاف وبيطلع يجري، بس هي بتكون مراقباه وبتكون واقفه على السطح وبتمسك سلاحها وبتطير في الجو وبتختفي فجاه، وبيرجع بطلنا المقر بتاعه بيعرفوا المديره ان الموضوع اتقفل ومحدش هيقدر يعرف حاجه عن التقرير، وبيكون في ضابط تبعهم بيحقق مع البطل عشان ما يطلعش اي معلومات بره الشبكه، وبيفضل البطل مركز مع التقرير بتاع التحليل الجنائي، وبعد ما بيخلص بتدخل مكانه زميلته، وده بيكون اجراء بياخدوه مع اعضاء المقر للسريه، ولما بيخلص البطل شغله بيلاحظ ان المديره لمت الادله كلها وراحت عشان تخبيها في مكان سري، واللي بتكون اوضه في الدور اللي فوق ومحدش يقدر يطلعها غير المسؤولين، وبيرجع البطل بيته وبتشوفه وهو موصل الكمبيوتر بتاعه بكمبيوتر الشركه، وبيقدر يوصل لتسجيلات الكاميرا وبيشوف المديره ودت الدليل فين، لكن لما بيحاول يوصل اكتر بيعطل الاتصال وما بيقدرش يشوف اكتر من كده، وبيكون مجمع شويه حاجات للمديره وبيدور فيها على بصماتها بس ما بيلاقيش فيها حاجه، وبيبحث عن المحققه وبيعرف انها كانت متخصصه في الكليه في قسم بشري، وبيجي للبطل فكره انه يخليها تساعده وتنسخ بصمات المديره على ايده عشان يقدر يوصل للي هو عايزه، وبنعرف ان البطل برضه بيدور على البنت الشبح لانها بتكون هي السبب في موت باباه، وكل الادله عنها في المقر، وبتشوف المجرم وهو في السوق بعد ما سرق تليفون واحده وكلم بيه مطعم الاكل اللي تحت بيته القديم عشان بيكون عايز يتاكد ان الشرطه مشيت، في الوقت ده بيروح البطل يدور على اي حاجه توصله للبنت الشبح في بيت المجرم، بس وقتها بيحس بحركه حواليه، ولما بيدور بيلاقي المحققه اللي بيكون فاكرها البنت الشبح وبيكلمها انها السبب، وبتديله المحققه تليفونه وبيشوفها كويس، وقتها بيتضايق وبيكمل تدوير على اي دليل، وبتهدده المحققه لو اخد منها اي دليل هتكتشفه المره دي مش هترحمه، وبتطلع على السطح هي والبطل تكمل تدوير، لكن برضه مش بتلاقي حاجه، وبتواجه البطل بكلامه انه يعرف البنت من وهو صغير لكنه بيتهرب من الرد، وبتنزل البطله تحط الادله اللي جمعتها في العربيه، وبيدخل البطل المطعم اللي تحت بيت المجرم فبيلاقي المحققه جوه، وبيبداوا يسالوا صاحبه المطعم عن المجرم شويه اسئله، وبتسيب المحققه الكارت بتاعها للست عشان لو شافت المجرم تبلغها، وبنروح للبنت الشبح وبتشوفها وهي طالبه كميه حلويات كتير ليها لوحدها وبتقعد تاكل فيها، وبتشوف ان جالها رسائل على موبايلها ان في مهمه هتنفذها، وبيكون في شخصين كانوا هيسلموا بعض شنطه مهمه، لكن فجاه الشنط دي بتختفي، وبتكون طبعا البنت الشبح هي اللي اخدتها من غير ما يحسوا بيها وراحت بيها على بيتها، وتاني يوم بيروح البطل الشغل وبيكون في واحد بتتعصب عليه المديره، فبيحاول البطل يعرف بيتكلموا عن ايه عن طريق حركه الشفايف، وبتخرج المديره وبتعرفهم انهم استبعدوهم من القضيه، وده بيحصل كل مره في اي قضيه يحققوا فيها، لكن البطل وزمايله بيتضايقوا من المديره لانها كل شويه يعملوا مجهود في كل تحقيق ويتم استبعادهم من غير سبب، بس المديره بتعاملهم بكل برود وبتقول لهم ان اخرهم يقعدوا على مكاتبهم وبس، لكن البطل بيتعصب وبيطلب منها تعملهم منهم زمايلها، فبتوافق المديره وبتديهم مهمات علشان يدوروا على اي حاجه توصلهم للبنت الشبح، لكن البطل بيقرر يقعد علشان يراقبها، وبيشوفها في المرايه وهي بتشرب فبيدخل لها وبيعتذر لها عن اسلوبه، وبيمسك ايديها وهي بتبعده عنها، وبتسيب الكوبايه بتاعتها وبيكون دي خطه البطل اصلا عشان ياخد بصماتها، ولما بتكون نازله في الاسانسير بتجيلها رساله ان في حد في مكتبها، فبتطلع بسرعه وبتلاقي البطل جوه، لكن كل حاجه بتبقى في مكانها، وبتساله المديره بيعمل ايه، فبيعرف انه بس كان بينظف السله وبينظف ازازه الميه
بتاعتها وبيعتذر لها إنه مش هيدخل مكانها تاني، وعلشان تتأكد بتطلع على قسم الكاميرات وبتطلب تسجيلات الكاميرا لمكتبها، وبيكون فعلا نفس الكلام اللي قاله البطل هو اللي حصل. وبيحاول زميل البطل يتصل بالمحققة لكن ما بيقدرش، وبتشوف البطل وهو جايب للمحققة كوباية المديرة علشان ترفع بصماتها وتنسخها، وبيكون البطل بدلها بواحدة تانية غيرها، وبتبقى المحققة رافضة في الأول لكن بيحاول البطل يقنعها إنه هيوصل لمعلومات البنت الشبح من خلالها، وبيوعدها إنه هيعرفها كل حاجة عن الموضوع. فبتوافق البطلة وبيقف معاها وهي بتنسخ البصمات، وبيعرفها إن المجرم ساب رسالة للبنت الشبح قبل ما يهرب، وهي اللي ساعدته في خطة الهروب، وبيقول لها إن تفكيرهم كان صح وإنها شريكته. وبتخلص المحققة وبتكون هتطبع الكف، لكن بتعرف إن البطل وصل لها عشان كده بتكون رافضة تساعده، بس هو بيترجاها تساعده يعرف الحقيقة. وبيقول لها إن البصمات دي بتاعت مديرته وبيوريها رقمها علشان لو مش مصدقاه، لكن هي بتقتنع وبتساعده، وبتطلع البصمات على شكل كف إيده وبتلزقها على كف البطل. وبتشوف البطل بعد ما وصل الشركة وطلع الأسانسير باستخدام كف البصمات بتاعت المديرة، وفتح الغرفة السرية وفضل يدور على المعلومات اللي تخص البنت الشبح، ونسخها على تليفونه وهرب بسرعة قبل ما الكاميرات تشوف ملامحه، وركب عربيته وبعدها سجل دخول على كاميرات الشبكة وغير تسجيل الكاميرات كأن المديرة هي اللي فيها. وبيخلص البطل وبيرجع الشركة من تاني وبيقعد على مكتبه، وبيسأل زميلته وصلوا لحاجة، لكن بتقوله إن مفيش علاقة تربط بين المتهم والبنت. وبيرجع البطل بيته وبيفتح الفيديوهات فبيلاقي فيديو البنت الشبح وهي بتقتل باباه وهو صغير، وبنعرف إنه عايز يوصل لها بسبب كده وإن هي السبب في موت باباه. وبيشوف فيديو لباباه وهو ميت وكأنه متفحم، وبيلاقي فيديوهات للبنت الشبح في كذا مكان في العالم وهي بتنفذ مهمات وبتسرق معلومات من أماكن مهمة وبتختفي في نفس اللحظة. وبيكون في فيديو اعتراف المديرة والأمن من سنين إنهم لقوا باباه متفحم وكان وقتها هو البواب، وبتقول إنها ما شافتش أي بنت هناك وما شافتش غير البطل ابن الراجل. وبعدها بيجي تليفون للبطل من المحققة وما بيردش، فبتروح له عند بيته وبينزل يقابلها وبيوريها الفيديوهات اللي شافها، وبتبدأ المحققة تسجل كل المعلومات معاها. وبيكتشفوا إن الشبح عايشة من زمان وما بتكبرش، وإنها بتقدر تنتقل من مكان للتاني في 10 دقايق بس. وبنكتشف إن هي صاحبة مشروع الشبكة، لأن لما جت على الأرض هي اللي عرفتهم يخترعوا الدرع المغناطيسي وإن معاه سلاح بيدمر أي حد. وبيسألها البطل لو هي نفس البنت اللي قابلتها يوم الجريمة، فبتعرفوا إنها هي، وبتوريه الجرح اللي اتصابت بيه منها. وبيسألوا نفسهم لما هي أنقذت البشرية زمان ليه قتلت باباه من 20 سنة، وليه رجعت بعد السنين دي كلها تساعد المجرم. وبيتمشوا سوا وبيفضلوا يتكلموا، وبتشوف رجالة من قوات المديرة وبنعرف إنها عاملة خطة عشان توقع البنت الشبح، وهي إنها تعرض المجرم للخطر علشان تظهر وتنقذه. وبيكون الرجالة قاعدين بياكلوا في مطعم الست، وبيكون في قناص فوق السطح مستني المجرم يوصل عشان يضربه، لكن فجأة بتوصل له البنت الشبح وبتضربه بسلاحها. وبتفضل تراقب المجرم لحد ما بيدخل المنطقة في أمان وبيقدر يطلع على بيته، بس صاحبة المطعم بتحس بحد في الشقة اللي فوقها وبتقرر تتصل بالمحققة. وبتطلع الست تشوف مين فوق وبتلاقي المجرم، ولما بتحاول تهرب بيشوفها معاها كارت المحققة وبيكون هيقتلها، لكن القوات بتدخل بسرعة، بس المجرم بيهرب منهم وبيضرب راجل من رجالتهم وبيروح على المترو. وبتكون القوات عارفة تحركاته لأنهم زارعين في شنطته وهدومه جهاز تتبع، وبتجري وراه القوات وبيقدروا يمسكوه، بس فجأة بيتعاد الموقف وبتظهر البنت الشبح قدام المجرم وبترمي كل حاجته في المترو عشان محدش يقدر يوصل لهم، وبتاخده في نفق تحت الأرض وبتحبسه في أوضة حديد، وبتسيبه الشبح يصرخ وبتمشي. وبيبلغ الرائد المقر إن المجرم هرب منهم وما كانش فيه أي أثر للشبح، وإن 2 من رجالته اتصابوا. وبتحضر المديرة للمكان وبتشوف إيه اللي حصل، فبتشوف هناك البطلة وبنعرف إنها راحت هناك بس متأخر، وبتعرف إن الست صاحبة المطعم اتصابت وبتحاول تطمن عليها، لكن الأمن بيمنعوها. وبياخدها القوات على مكان وبيحققوا معاها هي عرفت منين اللي حصل، فبتقول لهم إن جالها تليفون من الست صاحبة المطعم، وبتطلب المديرة من الرائد إنه يقبض على البطلة ويحبسوها في المقر. وبيدخل البطل وزميله يحققوا معاها، لكن المحققة بتلومهم على إنهم اتسببوا في اللي حصل للست دي رغم وجود قواتهم وما قدروش يحموها ولا حتى يلحقوا الرجالة اللي اتصابت. وبيهددها البطل انها لو فضلت كده هتطرد من شغلها. وبيطلع الرائد للمديره وبتساله ليه ما عرفتنيش ان المحققه كانت مراتك، وبتستبعده من القضيه وبترجعه على مكتبه. وبتخرج البطله من المكان وبيبعت البطل رساله لزميله يعرفه انها خرجت، وبيخرج وراها الرائد وبينادي عليها لكنها ما بتهتمش بيه وبتركب تاكسي وبتمشي. وبتروح على مطعم الست وبتحاول تعرف اي معلومات، وبتعرف ان في كذا عميل اتصاب وقت الحادثه والاسعاف اخدهم في طرق مختلفه. وبتروح المحققه المستشفى عشان تسال على عميل
لكن ما بتوصلش لأي حاجة لأن دي بتكون أوامر مكتب الإدارة. وبيروح البطل لما بيعرف إنها هناك وبيبعدها وبيتكلم هو مع الدكتور وبيحاول يستدرجه في الكلام ويعرف منه حالة العميل، وبيعرف إنه تعرض لحروق شديدة وأعضاؤه اتدمرت. ولما بيعرف البطل بيحكي للمحققة وبينزلوا سوا وبيتفق معاها يتقابلوا بالليل ويكملوا كلامهم. لكن المحققة بتشك إن البطل ليه علاقة بالبواب اللي مات، وبتروح مكتبها وبتدور على أي حاجة تخص البطل، وبتجيلها رسالة منه إنه هيجيلها فبتخرج تستناه. لكن بتلاقي زوجها السابق بره وبيتكلم معاها وبيشوفهم البطل وبيمشي، وبيبعت رسالة للمحققة إنه مش هيقدر يجي. وبيروح البطل على مكتبه وبيراقب المديرة وهي بتتكلم في التليفون وبيقرا شفايفها بتقول إيه، وبتساعده زميلته علشان يراقبها. وبيعرف ان في 2 ماتوا من قوتهم وان الصحافة لو عرفت هيتفضحوا. وبتخرج المديرة بتعرفهم اللي حصل مع المجرم وبتكلفهم يراجعوا جميع كاميرات المراقبة في المكان هناك عشان يوصلوا لحاجة. وبيدخل البطل على تسجيلات الكاميرا يوم الحادثة في نفس الشارع وبيكتب رقم عربيات الإسعاف اللي كانت هناك. وبتشوف المجرم وهو محبوس وبيحاول يوصل لأي شبكة يكلم حد لكن مفيش، وبيلاقي في الأرض حديدة وبيقطع بيها الحديد اللي محبوس بيه وبيهرب للمترو. لكن فجأة بترجع البنت الشبح وبتكون كانت في مطعم وجابت له أكل ورجعت وما بتلاقيهوش، وبترجع الزمن بالسلاح بتاعها وبيرجع المجرم تاني للحبس وما بيكونش فاكر حاجة. وبتسيبه وبتمشي تروح المطعم وبتدخل الحمام، لكن بيبان عليها التعب وبتلاحظ ده عاملة في المكان. وبتتكلم مع البنت الشبح بس بتكون خايفة من رد فعلها وبتسيبها وبتكمل تنظيف. لكن بتحس بصوت غريب من الحيطة وبتخرج بس البنت بتراقبها. وبنعرف إن المحققة اتنقلت لاسم تاني وبتكون المديرة هي السبب، لكن بتقدم على إجازة من الشغل ومديرها بيوافق. وبتشوف المديرة وهي بتتكلم مع مدير مقر تاني وبيتفقوا إنهم لازم يقبضوا على البنت الشبح لأنها بقت بتدمر اللي حواليها وإن بقالهم سنين بيدوروا عليها. وبيطمنها المدير ده وبيقول لها إنه أكيد هيقبض عليها ويلاقوا أجوبة لكل أسئلتهم. وبتفتكر المديرة لما كانت في المقر من سنين وشافت البطل واقف لوحده وخايف من اللي حصل لباباه، لكن ما بتكونش عارفة إن هو ده البطل. وبتفضل تصرخ عشان حد يلحقهم، وبيجي الأمن والشرطة وبتحاول تفتكر اسم الطفل وبتروح تدور على أي حاجة توصلها ليه، لكن بتعرف إنه مش ابن البواب الحقيقي. وبنعرف إن باباه ومامته الحقيقيين متوفيين، بس بتلاقي شهادة وفاة باسم الولد من فترة كبيرة. وبيرجع البطل البيت بعد ما كان طلب عاملة تقعد مع مامته، بس بيرجع وبيلاقي بنته وبتكون هي البنت الشبح وبيشكرها. لكن لما بتيجي تمشي بيحس البطل بحاجة غريبة لكنها بتكون مشيت خلاص. وبتروح بطلتنا على بيتها وبتكون متضايقة وبتتخانق مع أخوها على أي حاجة، وده بسبب إنها سابت الشغل وإنهم نقلوها. وبتدخل أوضتها وبتكلم البطل في التليفون لو عارف أي معلومات عن المجرم والبنت الشبح وإنها لازم تقبض عليهم بنفسها. فبيعرفها إن من يوم ما المجرم اختفى وهم بيدوروا في كاميرات المراقبة بتاعت محطات المترو، وإن في خط مترو واحد ما دوروش فيه لأن ما فيهوش كاميرات وقديم. وبيقول لها إن البنت الشبح بتختفي بكل سهولة ومحدش بيقدر يحدد مكانها. وبيجي فريق الشرطة وبيقبض على المجرم، وبتطلب المحققة منهم ياخدوا بالهم لأن البنت الشبح هترجع تدور عليه. وبتروح المحققة على مكان البنت الشبح وبتفضل مستنياها، وبيكون كل الفريق مستني البنت الشبح في المقر لحد ما بيتعبوا. وبيكون البطل مع المديرة في الفندق مستنيين الأخبار، وبيطمن على مامته من خلال الكاميرا في التليفون، لكن بتكون البنت الشبح هي اللي قاعدة مع مامته وهو ما بيكونش عارفها. وفجأة بيجي تليفون للمديرة إن الشرطة قبضت على المجرم وبتروح تطلعه من الحبس، لكن المحققة بتوصل وبتهدد المديرة بالسلاح إنها هتقتل المجرم وتخلص من كل ده، بس بيقدروا يمنعوها. وبتقرر إنها تروح معاهم عشان تشوف إزاي هيقبضوا على البنت الشبح بعد ما عرفت إن كل كلامهم عن عطل الشبكة كده. وبتركب العربية مع المديرة اللي بتقترح عليها إنها مناسبة أكتر تشتغل في مكتب الإدارة بدل اسم الشرطة، بس المحققة بتعرفها إنهم لما يلاقوا البنت الشبح مش هيبقى فيه وجود لمكتب الإدارة لأنه أصلا معمول علشان يلاقوها. وبيوصلوا للمقر وبيسلموا أسلحتهم، وبيظهر في الكاميرات البنت الشبح وصلت للمقر وبيبدأ يحصل تشويش في كل الأجهزة. وبتدخل البنت الشبح عند أوضة الشبكة وبيحاول للقوات إنها تضربها لكنها بتختفي فورا وبتظهر في الريسبشن تحت الأبطالنا. وبتحاول المحققة إنها تضربها بسلاحها لكن المديرة بتمنعها، وللأسف القوات بتضربها بالمسدسات في إيدها وبيقع سلاحها في الأرض. وبيمسكوا البطل والمدير بياخدوا منه، لكن الرصاص بيكون جاف المديرة وبتموت. وبتتعصب زميلة البطل على الرائد لأن هم السبب لأنهم ضربوا الرصاص. وبيعرفها إن البنت الشبح لما وصلت عرفت إن الشبكة سليمة وإنها ظهرت هنا بالصدفة من حظهم وكان لازم يمسكوها بأي طريقة. وبياخدوها وبيكونوا هيمشوا لكن البطل بيطلب منهم أسلحتهم اللي ضربوا بيها المديرة. وبتدخل
البطلة معاهم المقر، وبيكون البطل متضايق لأنه سلم سلاح البنت للمدير، وبيجي الإسعاف ياخد المديرة وبتروح معاهم زميلتهم، وبيرجع البطل وزميله للمكتب وبيعرفوا من رائد إن الوزير جاي، فبينزلوا عشان يستقبلوه، وبيطلعوا كلهم على الأوضة 13 المحظورة، وبيتكلم الوزير مع البطل إنه صاحب فكرة الاستدراج وإنهم ما يلموش نفسهم على اللي حصل. وبيدخلوا الأوضة وبيشوف البطل البنت وهم رابطينها على أجهزة طبية لأنها بتكون بتحتضر، وبيفتحوا إيدها وبيطلعوا منها شريحة ظهرت في الأشعة، وبنعرف إن هي دي اللي بتتحكم بيها في سلاحها، لكن ما بيوصلوش لحاجة من السلاح بتاعها اللي بالنسبة لهم لغز. وبيتصور الوزير جنب الأدلة والبنت الشبح، وبيعرفوا من الرئيس هيجي المقر خلال أيام ولازم يوصلوا لنتيجة أحسن من كده. وبيوزع المدير مهام جديدة على البطل وزمايله وبيخرجهم، لكن زميل البطل بيفضل معاه وبيخدروا البنت الشبح وبيبدأوا يستجوبوا عشان يعرفوا إيه هو نوع السلاح بتاعها وإزاي عملت الشبكة وليه عايشة وسطهم، لكن البنت ما بتتكلمش، وبيدوها حقنة كمان وبيسألها مولودة إمتى، فبتعرفوا إنها مولودة سنة 2091 يعني جاية أصلا من المستقبل. وبيروح البطل على المكتب وبياخد سلاح من بتاع القوات معاه، وبتكون البطلة في أوضة بتراجع اللي حصل في الكاميرات، وبتلوم نفسها على موت المديرة، وبيروح البطل ياخدها ويمشي، وبتطلب منه المحققة ما ينفذش أي خطة من دماغه. وبيكون البطل ناوي يسرق الجهاز بتاع البنت الشبح وينقذ بيه مامته ويرجع باباه للحياة، وبتقول المحققة إنها عارفة إنه ابن الراجل اللي مات زمان في المقر. وبيوصل فيديو للبطل على تليفونه، ولما بيشوفه بيلاقي البنت الشبح ظاهرة فيه وبتحقن مامته، وبيتقطع الفيديو، فبيجري البطل على الأسانسير وبيحاول يطلع للأوضة المحظورة، وبيساعده أمن المكان وبيكون عارف إنه ابن البواب اللي مات زمان. وبتطلع معاه البطلة وبيكلموا المدير وبيعرفوه إن عندهم معلومات تخص البنت الشبح، ولما بيدخلهم بيرفعوا أسلحتهم على المدير وزميله والدكاترة وبيدمروا جهاز الدخول. وبيعرف الرائد وبيطلعوا يحطوا متفجرات على الأوضة، وبيسأل البطل البنت الشبح عن مامته، فبتقول له إنها ماتت وعلشان يرجعها للحياة يديها سلاحها، فبيكسر البطل الإزاز وبيطلع لها سلاحها، لكن زميل البطل بيطلع حقنة تخدير وبيهدده إنه هيموتها بيها لو رجع لها السلاح، بس البطل بيزرع الشريحة في إيده وبيبدأ يتنقل في كل مكان. وبيرجع بالزمن لسنة 1997 وبيروح على المقر وبيشوف الأمن اللي ساعده هناك بيحاول يساعده، لكن البطل بيختفي وبيدخل جوه قبل ساعة قتل البواب، وبيشوف البواب وهو بيتكلم مع ابنه بالتبني، وبيخرج البواب وبيدخل البطل على الطفل وبيلاقي البنت الشبح في المقر، وبتكون ضربت الدكتور اللي بنعرف إنه ده بابا البطل، والبنت الشبح قتلته عشان تعرف تنقذ معلومات الدرع. وبيشوف البواب الدكتور وبيتخض وبيسمعوا الطفل وبيكون هيطلع يشوفه، لكن البطل بيمنعه علشان ما يشوفش اللي هيحصل. وبيروح البواب يطلب النجدة، لكن بيشوف البنت قدامه بتسرق معلومات وبيمنعها، فبتحاول تقتله بالسلاح لكن بيبعدها عنه. وقتها بيدخل البطل لكن ما بيلحقش البواب وبيموت بطريقة تانية، وبرضه بيشوفوا ابنه. وبيرجع البطل بالزمن تاني قبل موت الدكتور وبيسرق الكارنيه بتاعه وبيديه للبنت الشبح من غير ما تقتل الدكتور، وبنعرف انها ما قتلتش البواب بالقصد، هي بس كانت عاوزة الكارنيه تسرق معلومات. وبتدخل تسرق البيانات وبيتكلم معاها البطل لكن ما بتكونش عارفاه، بس فجأة بتقع على الأرض وبتخليه يكمل البيانات. وبيخرج البواب والطفل من المكان وبتختفي البنت وبتموت، وبيكون ناقص بيانات لازم تتحمل، فبيضطر البطل يطلع للمستقبل سنة 2021 وبيبدأ يتنقل في كل مكان، وبيروح المصنع اللي مامته كانت شغالة فيه، لكن بيعرفوا المشرف إن مفيش حد باسم والدته اشتغل هنا أصلا، فبيفرح البطل وبيمشي وبيكون هيسافر، بس بيلاقي المصنع حواليه بدأ يولع، وبيدخل عشان يلحقهم، وبيشوف الإشعاع في السماء وبيمنعهم يخرجوا بره، وبينزل الناس الكافيه وبيخليهم يبلوا نفسهم بالمية وبينزلوا تحت الترابيزات عشان الإشعاع ما يحرقهمش. وبيروح يدور على عنوان مامته وبيوصل لها، وبنشوفه قدام بيت جميل، ولما بيدخل البيت بيلاقي بيت فخم جدا وحديث ومستواه متحسن في المستقبل، وبتظهر مامته وبتكون شيك جدا وبتمشي على رجليها، وبيكون البطل مش مصدق اللي شايفه ومتأثر، وبتطلب منه مامته يدخل يغير هدومه عشان ما يتعبش، وبيفضل يتمشى في البيت وبيشوف حياته اللي كان بيتمناها مع باباه ومامته، وبيخلص وبيطلع يعالج الجرح اللي في ايده من الشريحة اللي زرعها، وبتعرفه مامته ان باباه وصل، فبيجري علشان يشوفه، وبنلاقي باباه الحقيقي عايش معاهم ومستواهم كويس جدا، وبيطمن على البطل وبيشرب البطل الشوربه اللي مامته عملتها له، وبيدخل يساعدها في المطبخ وبيهزر معاها على انها قصيره عشان اخيرا شافها واقفه على رجليها، وبينزل مع باباه ومامته بيلاقيهم عندهم عربيات كتير وهو ليه عربيه خاصه، لكن بيركب معاهم في عربيتهم، وبيوصلوا المصنع بتاعهم، وبيلاحظ البطل ان العاملين هناك اتضروا من الاشعاع الشمسي، وبيدخل مكتب باباه وبيلاقي صور كتير ليهم معاه وكمان شهادات تقدير، وبيقعد على مكتب
مكتبه بيدور على النت عن درع الشبكة، لكن ما بيلاقيش حاجة بتتكلم عنه وما بيرضاش يكمل بحثه. وبيرجع البطل على بيته وبيشيل سلاح الزمن وبيبدأ يستمتع بحياته في المستقبل. وبيكون بيتكلم مع باباه وفجأة بيشوف حارس الأمن اللي كان شغال في المقر، لكن بيكون مجرد عامل في أوتيل. وبيمشي البطل وراه لكن بيلاقيه في وشه وبيسأله بغضب عاوز منه إيه، لكن البطل بيطلب منه يبعد من قدامه. وبيمشي وبيرجع بيته وبيكون بيبحث عن المحققة، لكن برضه ما بيلاقيش اسمها كمحققة وبيلاقيها شغالة في مكتبه. ولما بيروح يشوفها وبيكلمها بتبصله، لكن بيكون وشها متضرر من الإشعاع زي الباقيين وبتطلب منه يتكلم بلغة الإشارة. وبيتضايق البطل وبيمشي بسرعة وبيرجع على بيته وبيدور على التضرر اللي حصل بسبب الإشعاع. وبيكون حاسس بالندم لأن في المستقبل ما اتعملش الدرع اللي هيحمي الناس من الإشعاع. وبيكون الناس كلها اتضررت إلا هو وأهله. وبينزل على أهله وبيحضنهم وبيودعهم. وبيقرر إنه يرجع بالزمن ليوم الحادثة، وبيرجع المقر قبل الحادثة وبيسرق جاكيت الدكتور اللي كان فيه الكارنيه. وبيدخل المختبر وبيكون باباه البواب ماشي وبيسمع خبط كتير، فبيدخل يشوف فيه إيه. فبيلاقي البطل بيتخانق مع الدكتور، وبنعرف إن الدكتور هو باباه اللي اتقتل برضه على إيد البنت الشبح. وبيحاول يمنعه إنه يدخل بيانات الدرع. وبيدخل البواب ومفيش حل غير إنه يرجع بالزمن، لكن الدكتور بيمنعه. ولما بيحاول يبعده عنه بيموته بالغلط. وبيجري البطل ورا البواب وبيتخانق معاه لأن كل ما يحاول ينقذه يحصل العكس. وبيبدأ يرجع بالزمن للبنت الشبح في كل مرة عشان يعرف السبب إنه بيفشل. وبيكون البطل رجع بالزمن في أول حادثة عملتها مع المجرم وهي بتهربه، وبتطلب منه ما يغيرش المصير وما يتدخلش لأنه هيبوظ كل حاجة. وبيقرر البطل يسيب الأحداث تمشي زي ما البنت الشبح كانت منفذاها. وبيرجع البطل لنفس اليوم وبيسيبها تنفذ خطتها وبيقتل البواب علشان هي تقدر تخرج. وبتكون دي تضحية علشان البشرية تقدر تعيش في سلام. وبيروح يحضن باباه بعد ما مات، لكن بيجي الحارس وبيشوفهم. وبتكون البنت الشبح هتقتله، لكن البطل بيمنعها وبيعرفها انه مش هيتكلم ولازم حد يعرف الكل انهم ماتوا. وبيرجع البطل بالزمن لسنة 2000 وبيشوف نفسه هو صغير ومروح من المدرسة، وبيفضل يتكلم مع نفسه وبيشجعها ان لسه قدامهم وقت لما يكبروا وانه هيقدر يحقق احلامه. وبيعرفوا ان مامته بتحبه. وبتشوف ان بعد ما باباه مات مامته بقت مدمنة كحول. وبتكون مامته في البيت وبتجيلها تليفون وبتصحى تدخل الحمام، لكن بتطلع بتلاقي البطل منظم البيت وسايب لها ورقة على علاج الاكتئاب. وبيرجع البطل المقر تاني للبنت، وبتعرف البطلة انه ملقاش حل غير ده، وبيرجع الشريحة لإيدها تاني. لكن الرائد بيكون حاطط قنابل على الباب وهيفجرهم كلهم. وبتتصل زميلتهم بيهم وبتعرفهم. وبتحاول المحققة تشوف في ايه لكن بيمنعها. ولما بيروح عند الباب بيتفجر فيه وبيموت كل الدكاترة. وبتيجي النار عند أبطالنا، بس البنت الشبح بتوقف الزمن وبترجع قبل كل ده. وبيلاقوا نفسهم في أماكن تانية، لكن بيلاقي البطل نفسه في المقر وبيرجع مكتبه وبيشوف ان المديرة لسه عايشة. وبيسيبهم بسرعة وبيرجع على بيته وبيشوف مامته، وبيلاقي ان صحتها كويسة وانها ماشية على رجليها. وبتعرفوا مامته ان المديرة لما باباه مات اخدوه يشتغل معاهم. وبنعرف وقتها ان البنت الشبح غيرت المصير وخلت باباه هو صاحب فكرة الشبكة وانه مات بطل. لكن بتقول لمامته ان المديرة شخصية وحشة وانهم كانوا بيراقبوها بعد وفاة باباه، وبيكونوا مفكرين ان باباه ليه علاقة بقتل البواب. وبتروح المحققة بسرعة على محطة القطر عشان تشوف المجرم. ولما بتروح بتلاقيه هرب لما الست نزلت وبيقتلها وبيهرب. فبتتضايق المحققة لان كل ما بينقذوا شخص لازم حد تاني يموت. وبتيجي المديرة وبتعرف اللي حصل وان المجرم هرب وبتطلب يدوروا عليه. وبتشوفها البطلة انها رجعت للحياة وبيتكلموا مع بعض. ولما بيخلصوا كلام بينزل زميل البطل وبيركب مع المحققة وبيمشوا. وبتفضل المحققة تفتكر يوم ما حصل الانفجار، لكن زميل البطل رجع للحياة. وبتاخد جوز الست اللي ماتت لبيته، وبنعرف ان هي الوحيدة اللي كانت بترعاه. وبتمشي البطلة مع زميل البطل وبتوصله عند المقر. وبتسأله عن البطل، فبيسألها عارفاه منين، فبتقوله انها شافته من ايام بس. وبينزل عشان هي ترجع الاسم، لكن بيلاحظ انها مش رايحة الاسم. وبتكون البنت الشبح واقفة فوق المبنى وشايفة كل حاجة. وبتنزل تشوف المخبأ وبتعرف اللي المجرم عمله. فبتحاول ترجع المجرم، لكن السلاح مش بيساعدها. وبيكون المجرم مستخبي في الملاهي والقوات بتدور عليه. وبتروح المحققة لبيت البطل وبيتكلموا عن باباه، فبيستغرب انها عارفاه. وبتشوف مشهد ليهم يوم ما كانوا بيتفرجوا على فيديو الحادثة وبيكون اتغير، والبطل هو اللي ظاهر في الفيديو على اساس ان هو بابا اللي كان موجود وقت الحادثة. وكلامهم بيكون كله اتغير. وبتكون البنت الشبح عرفت ان المحققة هترجع للمحطة عشان تقبض على المجرم فهربته. وبيعرفها البطل ان المجرم ده يبقى هو الطفل ابن البواب اللي قتلته الشبح، عشان كده كانت بتحاول تحميه. وبتروح المحققة تاني يوم تسأل على المجرم في الميتم، فبتشوفها المديرة وبتدخل تعرف من الست اللي كانت بتسأل عليه المحققة. وبتعرف المديرة
المديرة الحقيقة وإن الطفل يبقى ابن البواب هو المجرم اللي كانت بتدور عليه، وإنهم في الملجأ غيروا اسمه وشهادته لأن ما كانوش عارفين هويته الحقيقية. وبترجع المديرة على مكتبها وبتفضل تفكر مين بيعرف المعلومات للمحققة، وبتشك طبعا في البطل، وبتسأل زمايله عنه وبتقول لها زميلته إنه طلب أجازة وإن كان شكله غريب ومجروح. وبتطلب المديرة من أمن الكاميرات يجيب لها تسجيلات الكاميرا، وبتشوف الحادثة زمان وبتعرف إن البطل هو اللي كان في المكان. وبيبعت الأمن رسالة للبطل إن المديرة عرفت كل حاجة، لكن البطل بيكون سايب تليفونه في البيت ورايح يوصل مامته شغلها في المطعم. ولما بيرجع على البيت بيشوف المديرة مستنياه وبتحاول تستدرجه في الكلام، لكنه بيواجهها بحقيقة اللي عرفوا عنهم. وبيجي لها تليفون إنهم قبضوا على المجرم، وبتستفز البطل عشان عارف حقيقة الطفل. وبيروح معاها البطل وبيعرفها إن الشبح مش هيبقى ليها وجود من غير المجرم، وبتواجهه إن هو اللي عرف المحققة بكل المعلومات. وبيوصلوا للمكان وبيكون المجرم مقبوض عليه هناك. وبتدخل المديرة وبتبدأ تكلمه باسمه الحقيقي، وبتفكره بالمكان وبنفسها وبتفكره بالبطل. وبيفتكر لما شافه وهو صغير في الأوضة وبيهجم عليه المجرم، وبيسيبوه علشان البنت الشبح تظهر، لكن البطل بيفلت منه وبياخدوه بعيد عنه. وبتاخد المديرة البطل للأوضة المحظورة وبيحطوه في الأوضة اللي كانت فيها البنت، وبيحققوا معاه وبيعرفهم كل حاجة حصلت، وإن الشبح كانت عارفة كل خطتهم وجارتهم في الحوار. فبيسيبوه وبيخرجوا، وبيقرا البطل شفايفهم إنهم هيستخدموه طعم علشان تظهر الشبح. وبتروح المحققة للمستشفى وبتخلي الدكتور يطبق الحمض النووي للمجرم بالحمض النووي بتاع البنت الشبح علشان تعرف إيه صلة القرابة بينهم. وبتتفاجئ لما بتعرف إن هي والبنت الشبح في صلة قرابة بينهم من الأم. وبترجع على المقر وبيسألها زميل البطل إيه اللي جابك، وبتكون راحت علشان تقتل المجرم، لكن بياخدها بره وبيبدأ يسألها عن اللي سمعه عن البطل. فبتطلب منه تشوف المجرم عشان تعرف منه حاجة، بس بيقول لها إنه متحاصر بالقوات، حتى الشبح لو حبت تاخده مش هتعرف. وبيسيبها زميل البطل وبيدخل المقر بسرعة، وفجأة النور بيقطع وبيقدر المجرم يخرج من الزنزانة وبيهرب، وده بيكون ضمن خطتهم. وبتكون البنت الشبح تحت المقر، والبطل بيكون مع زمايله بيدوروا على المجرم، وبتراقبهم المديرة وبيكون زراعين في هدوم وجهاز تتبع، لكن بيقع منه وما بيقدروش يحددوا مكانه. وبيمشي ورا البطل 2 من القوات بيراقبوه، وبيكون البطل ماشي جنب المجرم وبيكون المجرم مستخبي، وبيفتكروا ان هو ده اللي كان قتل باباه، وبيطلع يضربه بالسلاح وبيكون هيموته، لكن بيجي ال2 اللي كانوا ورا البطل وبيخدروا المجرم. وبيفتكر البطل لما قابل الشبح وعرفته ان هو اخر واحد هيضحي بنفسه عشان ينقذ الباقي. وبتكون البنت الشبح في المكان وبتعرف اللي حصل للبطل، فكانت هتستخدم سلاحها، لكن فجأة الزمن بيقف وبيرجع تاني وقت هروب المجرم. وساعتها بتشوف البطل وهو بيهرب وبتروح وراه لحد ما بتقابل البطل في الشارع، وبياخدها يهربها وبيكسر كاميرته وبيروح بيها لنفس المكان اللي المجرم مستخبي فيه، وبيتكلموا سوا. بيكون المجرم سامعهم وبيسمع كلام البطل عنه انها هتقتله، فبيخرج فجأة وبيكون هيضربها، لكن البنت الشبح بتظهر وبتوقف الزمن وبتحاول تبعده عنهم، بس للأسف ما بتقدرش، وبتمسك ايد المجرم فبيظهر شخص متخفي فجأة وبياخدها وبيختفوا سوا. وبتفضل تجري الشبح وراه وبيكون قدراتهم زي بعض، وبيكون برضو معاه سلاح زيها وبيضربوا بعض بأسلحتهم، وبتنقلهم عند القطر وبيرجعوا تاني للبطل وبيحاولوا ينقذوه سوا، بس للأسف بيموت. وبيعملوا العزا وبتكون مامة البطل موجودة وبتتعصب على المديرة لأنها السبب في موت ابنها، لكن المديرة بتمشي وبتركب عربيتها، فزمايل البطل ما بيرضوش يركبوا معاها وبيسيبوها وبيمشوا. وبيطلب زميل البطل من المحققة توصله لبيته، وبتوصله وبترجع لبيتها وبتنام. وبتصحى بالليل على تليفونها وبيكون زميل البطل بيكلمها، وبتلاقيه تحت بيتها وبيسألها عن اللي حصل، فبتحكي له كل حاجة. وبعد كده بيمشوا سوا وبيقرب منها، وبتشوف المحققة بعد سنة وهي في مكان شغلها الجديد، وبتكون خلفت بنت، وبتفتكر نظرة المستقبل اللي ورتها لها البنت الشبح عنها. وبيجي زميل البطل وبياخدهم بسرعة لأن المكان بقى خطر عليهم، وبيوصل فريق جديد للمنظمة مع المديرة، لكن فجأة بتعطل الشبكة عن الأرض وكل الأزمنة، وبتشوف الإشعاع الشمسي وهو بيدمر كل حاجة، وبيموتوا كلهم، لكن بيظهر البطل هو والبنت الشبح سوا، وبياخد المحققة وبنتها وزميله في مكان بعيد. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.